السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وعافية واحسن حال. النهاردة بقى نزلت السوق، فرحت قلت ايه ما اجيب السمك عشان تعرفي السمكة الحلوة من الوحشة. السمكة اللي تكون بطنها حمرا وظهرها اخضر كده دي تشتريها وانت مطمنة، غير كده البطن بتاعها بتبقاش حلوة ومش تشتريها. بدأت بقى اغسل فيه كده. النخشوش دوت اهم حاجة في السمكة تغسليه، عشان خاطر ده اكتر مكان بيكون فيه ميكروبات يعني، وبيلم وسخة من البطن من البحر والكلام ده. فلازم دي اكتر حاجة تتك عليها في الغسل. انا جبتكم من الاول خالص كده، من اول ما نغسله لحد ما نشوه ونخلصه مع بعض، عشان اوريكم يعني الطريقة الصح لغسيل السمك. دي اهم حاجة زي ما قلت لكم، النخشوش تغسلوه، دي اهم حاجة. عشان ده بقول لكم ده اكتر مكان بيكون فيه الميكروبات وكده. هنعمل بقى الدقة. حطيت كده راس توم في الخلاط، ونزلت كده بكام قرن فلفل، وهننزل عليه دول 3 طماطمات انا كده مخرطاهم، هحطهم برضو في الخلاط. وبعد كده هروح جاية نازلة بقى بكمية كمون والملح. دي البهارات اللي هستخدمها بس يعني ايه الدقة بتاعت السمك. واحط كوباية مية، واروح جايبه ايه ضرباهم في الخلاط. انا عايزاه يبقى تقيل، وعشان خاطر وانا بحط السمك يطلع معايا كده شويه متدقق على السمك، عشان تبقى ايه الشكل والطعم يبقى احلى. واهم حاجه لازم الحدق بتاع الدقه دي يكون حادق شويه عن العادة، عشان السمك يطلع معاكي طعمه مظبوط، الحدق بتاعه مظبوط، مش يبقى ايه حادق كده عادي، لا يبقى حادق شويه كمان. جبت كمان ليمونتين ورحت جايه عصرهم كده وسبت القشر فيه. خلصت بقى كده، هنروح بقى نشوي سوا مع بعض. جبت بقى ردة كده، هنشوي بقى طبعا النهارده السمك على القانون. لا تقولي لي بقى بوتاجاز ولا تقولي شوايه، اهم حاجه في السمك اللي لما يتشوي على القانون بيديك طعم وريحه مش هقولك يعني. ولا تقولي بقى بوتاجاز ولا تقولي اي حاجه تانية. القانون مش يعلى عليه. اي حاجه تتعمل على القانون بيبقى لها طعم تاني. انا حطيته في الرده كده، ورحت جايب ايه منفضه الرده منه كويس، عشان خاطر ما تنزلش معايا على الصاج وتتحرق. لا انا بنفضه دوبك، بخلي السمكية خالص كلها كده في الردة، وبروح جايه منفضه الزيادة. زي ما قلت لكم جبت كده صاجة، رحت جايه حاطه بقى مولعه كده شويه خشب. ده القانون يعني اللي احنا اسمه كده. ده بيبقى القانون بتاعنا، اسمه بيتعمل بالطريقه دي. خشب كده تولعيه وتحط صاجه، وتكون بقى حاطه طوب من ناحيه وطوب من ناحيه، وتروح جايبه ايه شويه. جربوه بالطريقه ديت والله يعني مش هتعملوه تاني الا بالطريقه دي. انسوا بقى موضوع البوتاجاز دي. هنا بقى كنت بوريكم اهوت بعد ما خلصت رصيت الرصة كلها، وده كان كده جنب استوى. طبعا لسه برضو مش استوى كله. انا برضو بروح جاية ايه قلباه على جنبه، وقلباه على الراس، وقلباه على جميع النواحي عشان يستوي كله. عشان هو اهم حاجة موضوع الراس دوت تكوني بص يعني بص هنا كده. انا هنا كنت حاطاها الراس اهيت. اهم حاجة الراس تكون استوت، عشان خاطر دي ما يبقاش في دم معاكي. اول ما بطلعه من على الصاج بروح جايه منزله فيه بالدقه على طول، عشان خاطر هو سخن كده يروح جاي شارب من الدقه، ويكون واخد طعم الدقه ويتملح معايا حلو. بطلعه بقى من الدقه يا دوبك يتشرب منها كده، اروح جاي حاطاه في المصفى يصفي الميه الزياده. دي بقى كنت عملت هنا رز وسلطه، وده بعد ما السمك طلع اهوت، وبصل اخضر. وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو مش تنسوا الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل اشعار جديد.